coming for drinking, attracted by drinking, and hunters attack them. Family out. بسم الله ما شاء الله، في وسط الطبيعة والخضرة. Спасибо. Vale. ازاي بيركبوا الازاز جوه الخشب؟ Arkadaşlar var bir şehir girintiler var. Ya bunu bağlayın. طبعا هو بيشرح هنا ازاي بيركبوا الخشب مع بعض، التعشيق بتاعة الخشب يعني باللغة العربية. الشغل ده بيتعمل بقى زي ما انتم شايفين كده اشكال كتيرة جدا، ابواب، مرايات، لوح فنية، وغالية يعني ب $323. دي بقى طبعا هو بيخبط عليها عشان ايه تنزل، وبكده الشكل الهندسي اللي هو عامله اكتمل. فيري جود فيري جود. سباسيبا. شكرا شكرا. شجر الفاكهة هنا منتشر في كل حتة، يعني من الطبيعي جدا تلاقي وانت ماشي شجرة رمان، تفاح اخضر. جميل والله جميل. وحاليا وصلنا عند شاكي خان بالاس، يعتبر واحد من اقدم القصور هنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده المنظر ورايا عامل ازاي، ولكن الدخول جوه القصر والتصوير غير مسموح، ف هنسكيب الموضوع ده وناخد جولة من بره القصر ونشوف عامل ازاي. طبعا شاك كانت مدينة في طريق الحرير قديما، اللي هو الطريق اللي كان بيمشي فيه القوافل التجارية زمان. مدينة شاكي واحدة من المحطات لطريق التجارة زمان. دي من اجمل الحاجات اللي في اذربيجان هنا، الحاجات المجانيه زي عندنا في مصر بالظبط. وقابلت صديقي اوين في الهوستل، وطالعين كده في رحله ايه ما كناش مخططين لها، وهي رحله هايكنج قصيره كده. I think there is two hiking trails. One takes 4 hours 40 minutes. Khan's Pasture, that's the one I was looking at online. Yeah. Although the one I saw said 3.5 hours. Okay. Let's do it. Once, to be honest. نشوف بقى رحلة الهايكنج اللي احنا هنعملها دي لمدة ساعة ونص تقريبا. هل هتوصلنا لقمة الجبل، الجبال اللي ورا الخضرة الجميلة دي؟ هنشوف ايه اللي هيقابلنا. طبعا لسه مكملين في رحلة الصعود بتاعتنا، نحاول يعني نوصل لقمة من القمم القريبة دي.
زي ما انتم شايفين كده احنا ايه في الريف الاذربيجاني، محدش فاهم اي حاجه. بنحاول نعمل كوميونيكيشن كده مع الناس بالعافيه يعني، لان مفيش اي ساينز ولا اي دلاله على المكان اللي احنا رايحينه. فهنشوف. السلام عليكم برازر. طريق كده في خلال رحلة الهايكنج بتاعتنا اسمه مينارة من سنة 1880 من قديم الأزل. مكملين بنحاول نوصل للطريق. طبعا اللوكال هنا محدش بيتكلم غير أذربيجاني، فهنشوف. بنحاول نوصل كده على جوجل مابس ونشوف الطريق بتاعنا هيودينا على فين. How's the hike so far? Grand. What's your step? Not really. مكملين في الهايك بتاعتنا وقربنا نوصل للسحاب. مسافة طويلة يا جماعة. طبعا ما كناش مخططين لحاجة زي كده، بس الفيو اعتقد من فوق هيبقى حاجة تحفة. هنشوف الهايك دي هتودينا على فين. وصلنا تقريبا لنهاية المغامرة بتاعتنا، وانا سامع من هنا كده صوت شلال قريب، ولكن التجربة جميلة جدا. ولسه مكملين نشوف نهاية الطريق هتودينا على فين. There is like a waterfall here. You hear it? نحاول نقرب شويه كده من صوت الشلال، ربنا يستر وما نوقعش. بصوا يا جماعه الميه عامله ازاي. واحنا ماشيين كده في الهايك بتاعتنا لقيت شجر فواكه كتير جدا، فواكه غريبه بصراحه يعني، ما حبيتش اجرب حاجات كتير. واخيرا وصلنا لنهايه الهايك. بتيجي من على سفح الجبل وتنزل في اتجاه المدينه تحت. حاجه عامله زي الكمبوزيا تقريبا، انا مش عارف ايه هي. دي نبته البندق اللي بتجيلنا متحمصه في الاخر. بحاول اوصل للشجره بتاعتها بس الصراحه يعني ايه مش عارف، ولكن لقيت حاجه كده قريبه للبمبوزيا بس طعمها جميل جدا. تغسل وتاكل على طول. هنا بقى ما تسمعش غير صوت الطبيعه، الميه والطبيعه بس. وهي دي فايده المغامره يا جماعه. غامروا وسافروا وشوفوا اماكن مختلفه عمركم ما هتشوفوها، فترجعوا بقصص وتجارب جديده جدا. هنا فعلا قيمه المغامره انك لازم تخرج وتسافر وتشوف العالم من حواليك عامل ازاي. وحاليا نستعد لطريق العوده بتاعتنا. كانت مغامره جميله بصراحه، استمتعنا ووصلنا فيها لنهايه اولموست لبدايه الشلال ومجرى الميه، حاجه مش بتشوفها كل يوم. مبسوط ان انا عملت الهايك دي مع انها كانت صعبه شويه، ولكن التجربه كانت تستحق بصراحه المغامره.
وطول ما انت ماشي بقى الصراحه هتشوف فواكه عجيبه وغريبه. يعني حاجات كتير جدا انا جربت شويه منهم، بس مش عايز اجازف واجرب كل حاجه. اوبا اوب 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 اوب، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جدعان؟ ده بندق من اللي هو بيجي بتاع في افلام الكرتون، بس لسه اخضر اعتقد. يا ترى فين بقى الشجره بتاعت البندق دي؟ اعتقد هي دي، مش عارف، بس هحاول اوصل لها باذن الله، هنلاقيها. for your next Swanky. vlogging.